مش كل حرب ينفع تبدأ، ولا كل ضربة ينفع تتحسب بسهولة. الجملة دي أنا كنت سمعتها زمان وفضلت معلقة في دماغي مدة طويلة، لغاية من فترة الأيام الأخيرة دي وبالذات آخر يومين وأنا عمال أتابع الأخبار. ما بشوفش حاجة على التلفزيون ولا في القنوات الإخبارية ولا على اليوتيوب غير بتتكلم عن موضوع واحد بس: أمريكا هتضرب إيران. هتضربها إزاي؟ طب هتضربها امتى؟ ده امريكا حركت حاملة طائرات جاية من بحر الصين. الحق ده امريكا بتخلي القواعد بتاعتها في الخليج. الحق ده امريكا بتعمل، الحق ده امريكا بتعمل، ايران فيها مظاهرات والدنيا مقلوبة، ده النظام هيتغير، لا مش عارف ايه. قصص كتير قوي وحاجات والموضوع ملخبط ومحدش فاهم حاجة. فخلينا نتكلم النهاردة عن الموضوع ده ونشوف تفاصيله وايه اللي ممكن يحصل فيه. لو حابب تشوف الصورة من الاخر، انا محمد فرج وده كلير فيو. في سؤال كنت عمال أسأله لنفسي الأيام اللي فاتت دي، وهو اشمعنى إيران؟ يعني ليه دونا عن كل دول العالم اللي موجودة وبتعادي أمريكا، أمريكا اختارت إيران إن هي تطلع تضربها؟ وعمالة إيه يعني؟ ترامب ما بيسكتش، هنضربهم، هنغير النظام، يا متظاهرين كملوا، إحنا في ظهركم، الدعم جاي، المساعدة جاية. يعني ليه دونا عن كل الأنظمة اللي بتعادي أمريكا؟ يعني عندك مثال مثلا كوريا الشمالية. كوريا الشمالية دي دولة عندها نووي، يعني إيران حاليا المعلن ما عندهاش نووي، لكن كوريا الشمالية عندها نووي. يعني ليه أمريكا ما تطلعش تضرب كوريا الشمالية؟ ما حركتش، يعني ما شفناهاش حركت حاملة طائرات وراحت هناك وقالت لك لا احنا هنضرب وهنبهدل وهنغير النظام زي ما بيحصل دلوقتي في إيران. هيجي واحد يوم قايل لي يا عم عشان إسرائيل بتعادي إسرائيل، بنت أمريكا حبيبتها بتطبطب عليها فلازم تحميها. بص، هو ده سبب، يعني ده سبب وسبب مهم، بس ده مش السبب الرئيسي. يعني ده مش السبب اللي يخليهم يعملوا حاجة زي دي، يحركوا قواتهم ويستنفروا والجيش بتاعهم يبقى متواجد ودايما مستعد علشان يعمل ضربة. وعلى فكرة هتبقى ضربة صعبة، الموضوع مش سهل، إيران ما هياش دولة صغيرة ولا حاجة سهلة إن هي تتضرب. فبعد بحث وتدوير كتير طلعت ب5 أسباب، تعال معايا أقولهم لك كده بالراحة وهنمسكهم سبب سبب. أول نقطة: موقعها. إيران بتطل على أهم مضيق بحري موجود في العالم بالنسبة لتجارة النفط والبترول، وهو مضيق هرمز. وعلى فكرة هي بتتحكم فيه مع عمان. فنقطة زي دي تخلي أمريكا مهتمة جدا إن إيران تكون تحت طوعها وتحت إيديها. تاني حاجة: هي جنب الشرق الأوسط، أو هي جزء من الشرق الأوسط، هي آخر الشرق الأوسط خالص، ولكن هي جنب الخليج. الخليج اللي هو مصدر البترول الأساسي في كوكب الأرض. تاني نقطة: بتطل على العراق وليها حدود مشتركة مع العراق، والعراق بتودي على سوريا، وسوريا بتودي على فين؟ إسرائيل. بتطل على الخليج العربي، بتطل على المحيط. في مميزات كتير جدا في موقع إيران تخلي أمريكا محتاجة تسيطر على بلد زي دي. طبعا هي مش عايزة تسيطر عليها بحيث إن هي تبقى تحت إمرتها، ولكن خليكي تحت جناحي، ما تخرجيش بره طوعي، اللي أقوله تعمل إيه. تاني نقطة وهي إن إيران خارج النظام الأمريكي نهائيا. يعني إيه خارج النظام الأمريكي؟ بص يا سيدي، بعد الحرب العالمية التانية أمريكا عملت نظام لكوكب الأرض بما إن هي الكبير وهي المنتصر وكده. والله اللي هيخش معايا تحت النظام ده اللي هو بقى النظام الرأسمالي، نظام الديمقراطية، الحكم يكون بالطريقة الفلانية، كل حاجة من الحاجات دي هي محددها، وأمريكا حاطة معايير معينة كده للدول محدش يخرج عنها. طول ما انت موجود فيها انت تمام وتبعي وحبيبي. هتخرج وتحيد وتبقى عندك نظام تاني مختلف، لا ده انا هزعلك اخر زعل، هفرض بقى عليك عقوبات، هبدأ اهاجمك، هغير الانظمة، هعمل ثورات عندك، يعني هولع الدنيا من الاخر. وطبعا ايران كانت في البداية خالص ايام نظام الشاه كانت تحت النظام الامريكي 100%، وحبيبة اسرائيل وحبيبة امريكا، والاسلحة بتاعتها والتسليح كله امريكاني. بس بعد الثورة الإسلامية اللي حصلت سنة 79 وجه المرشد اللي اسمه الخميني، كان ساعتها في مرشد قبل اللي موجود دلوقتي اسمه الخميني. الخميني هو اللي مسك وكان مطرود في فرنسا ونزل على إيران وسيطر على الحكم وبقى هو المرشد الأعلى في إيران وغير نظام الحكم نهائي. ومن الوقت ده بقى وإيران بقت خارج النظام الأمريكي نهائيا سواء اقتصاديا أو سياسيا. وبالتالي عادت مين؟ عادت إسرائيل. ومين حبيبة إسرائيل؟ أمريكا. فبالتالي انت بره النظام بتاعي فأنا ههلكك. تالت نقطة بقى ودي حاجة مهمة قوي، إن إيران عندها مشروع ورؤية. هتقول لي يعني ايه عندها مشروع ورؤية؟ هقول لك يعني إيران مش عايزة تبقى دولة زي كوريا مثلا. كوريا ما عندهاش مشروع ورؤية.
كوريا عندها نووي، عندها صواريخ باليستيه، لكنها مش عايزه تبقى كبير المنطقه، مش عايزه تسيطر على جنوب شرق اسيا، مش عايزه تبقى هي المتحكمه في كل حاجه. ما عندهاش عداء مع حد حليف لامريكا بصوره واضحه غير يمكن كوريا الجنوبيه، والموضوع ده بيتحل يعني شويه مناوشات على الحدود وخلاص. لكن تيجي لايران، ايران عايزه تبقى كبيره الشرق الاوسط، انا هسيطر، انا الامبراطوريه الفارسيه زمان، انا قوه عظمى، انا لازم ارجع اسيطر على المكان. عندها مشروع نووي، عندها مشروع صواريخ باليستي مع العقوبات اللي مفروضة عليها، وما زالت قادرة تصنع نووي وتوصل بالتخصيب لغاية 86%، وتصنع صواريخ باليستية بتنزل على إسرائيل زي كده على طول، ما بيشوفوش قدامهم، والدفاعات الجوية الأمريكية مش قادرة تتصدر حاجة زي دي. فبالتالي ده خطر، ده بالنسبة لأمريكا خطر، وخطر كبير مش لازم نسيبه في المنطقة، مش لازم تقوى بالشكل ده. رابع نقطة بقى، وهي إن إيران مش حالة منفردة. يعني إيه مش حالة منفردة؟ يعني إيران ما بتتصرفش بمزاجها كده في كوكب الأرض أو في المكان ده لوحدها، مش زي كوريا الشمالية مثلا هتطلع يقعد يبعبع بكلمتين وخلاص. إيران ليها أذرع في المنطقة، وكانت عاملة حاجة اسمها محور المقاومة. يعني عندك الحوثيين في اليمن، عندك حزب الله في لبنان، عندك الميليشيات الشيعية في العراق، كان في بشار الأسد، بس بشار الأسد اتكل على الله يغور في داهية بقى باللي هو عمله في شعبه ده. تمام، بس كل الحاجات دي كانت موجودة ليها أذرع في المنطقة، قادرة تتحكم في مفاصل مهمة. حزب الله مهدد إسرائيل 24 ساعة، بس حزب الله حاليا ضعف جامد بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة وبعد ما اختلوا أغلب القادة هناك. عندك الحوثيين لغاية دلوقتي مشكلين تهديد، سواء بالصواريخ اللي بيضربوها على إسرائيل أو بقفلهم لمضيق باب المندب فجأة. انت راجل بتعطل التجارة العالمية في لحظة. وعندك الميليشيات الشيعية في العراق، الميليشيات الشيعية في العراق دي حتى الآن بيحاولوا يلاقوا لها حل عشان يضموها تحت الجيش العراقي، ولكن ما زالت بتشكل خطر برضه، لأن هي بتاخد أوامرها من إيران. يعني في أي لحظة ممكن تضرب أي قاعدة أمريكية موجودة في العراق زي قاعدة عين الأسد، أو تضرب القواعد الأمريكية اللي موجودة في الخليج. خامس نقطة بقى، ودي نقطة مهمة قوي، ودي أكتر حاجة أمريكا بتحبها، اللي هي إيه؟ البترول. إيران عندها كمية بترول رهيبة، الرابع عالميا تقريبا في الاحتياطات بتاعة البترول، بس هي ما بتنتجش كتير عشان عليها عقوبات. فحاجة زي دي تخلي أمريكا تقول لك، أمريكا أول ما تشوف بترول، لا لا هو لا 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 هات لي الدولة دي عندك بترول، تعالي تعالي تعالي، تحت إيدي ولا مش تحت إيدي؟ لا أنا مش تحت إيدك، لا تعالي هتبقي تحت إيدي، تعملي اللي أنا بقوله. طبعا في أسباب كتير تخلي أمريكا ممكن تضرب إيران أو تخليها عايزة تسيطر عليها أو تغير النظام فيها، بس يعني من وجهة نظري دول أقوى 5 نقط ممكن تكون أمريكا بسببهم عايزة تضرب إيران، أو بالذات إيران. ليه إيران بالذات؟ هتقول لي فراجيلو، هي مش كانت اتضربت في شهر 6؟ أمريكا دي مش كانت طلعت بطيارات B2 سبيريت شبحية وطارت وراحت ضربت نتنز وفورد وأصفهان، وترامب طلع يعمل جعجعة ويقول لك احنا ضربنا والضربة ونهينا عن المشروع النووي الإيراني وي وي وي. عايز تضربها تاني ليه؟ هي كل شويه هتفضل تضربها؟ اقول لك بص، الموضوع ده انا بعد قعدت ادور كتير كتير قوي في الموضوع، وبعد ما دورت كده وركزت قلت بص، هو في حالتين بس ليه ممكن تكون عايزه تضربها تاني. السبب الاولاني هو ان الضربه دي اصلا ما عملتش اللي امريكا عايزاه، يعني ما نهتش على الملف النووي بتاع ايران. تاني نقطه، ما خلتش ايران تخضع. يعني امريكا لما طلعت تضربها قالت لك انا هنهي الملف النووي، تاني حاجه هخليها تخضع. فايران ما عملتش اي حاجه من الحاجتين دول، وقفت الحرب وكل حاجه، بس رجعت تاني تصنع نووي، رجعت تاني تطور صواريخ، وده خلى امريكا تتعصب اكتر وتبقى عايزه تضربها ضربه اقوى. تاني سبب بقى ان استخباراتيا لقوا سبب ما ينفعش يتسكت عنه لحظة واحدة. هل بقى إيران قدرت توصل إن هي تصنع قنبلة نووية؟ هل إيران رفعت نسبة التخصيب عن 86%؟ ودي حاجة خطر جدا، لأن 90% أنا خلاص كده بقى في إيدي قنبلة نووية، فكان لازم تتضرب في الوقت ده. والله أنا من وجهة نظري إن هي ميكس ما بين الاتنين. يعني النقطة التانية إحنا ما نقدرش نأكدها أو ننفيها، لأن إحنا ما نعرفش حاجة زي دي أو معلومات زي دي ما طلعتش، ولكن هي تعتبر ميكس ما بين الاتنين. ضربتها علشان تتقي شرها، وفي نفس الوقت تحذرها. والله العظيم ان صعت للتحذيرات خير وبركة، ما انصعتش للتحذيرات نبقى نضربها تاني، بس نيجي مستعدين بقى المرة دي. نيجي بقى لسؤال مهم، هل امريكا تقدر تضرب ايران؟ هقولك علشان نجاوب على السؤال ده هنحتاج نقسمه لجزئين، جزء عسكري وجزء سياسي. نيجي للجزء الاولاني السهل، عسكريا. هل امريكا تقدر تضرب ايران عسكريا؟ بكل بساطة
امريكا تقدر تضرب اي دولة في العالم عسكريا، مفيش حد اقوى من امريكا. دي نقطة انت لازم تحطها كده في حسبانك. لا روسيا ولا الصين ولا اي دولة موجودة في كوكب الارض ولا الاتحاد الاوروبي ولا اي حد، مفيش حد اقوى من امريكا تكنولوجيا وجويا وعسكريا وبحريا. امريكا عندها سيطرة كاملة في الموضوع ده. يمكن في دول بتحاول تلحقها لكن مفيش حد في المستوى ده. فهل عسكريا امريكا تقدر تضرب ايران مع الدعم الروسي والدعم الصيني؟ اه تقدر تضربها، وتقدر تضربها بسهولة. طب فين المشكلة؟ هي ما بتضربهاش ليه؟ هقول لك. نيجي بقى للنقطة التانية في الضربة، وهي الضربة السياسية. هل سياسيا امريكا تقدر تضرب ايران؟ هقول لك دي بقى ليها حسابات واسعة وكبيرة قوي. حاليا امريكا سياسيا ما تقدرش تضرب ايران. هتقول لي ليه؟ هقول لك برضو في 5 نقط مهمين. اول نقطة امن اسرائيل. انا لما اطلع اضرب ايران، هل انا اقدر احافظ على امن اسرائيل؟ يعني ايران 100% هترد، اول حد هترد عليه هو اسرائيل. لان امريكا يعني ايران مش هتطلع تضرب امريكا بالصواريخ، لا هي امريكا هتضربها هتقوم ضربة اسرائيل. وامريكا علشان تعمل ضربة زي دي لازم تحمي اسرائيل. فهل انا اقدر احمي اسرائيل؟ تاني نقطة، لازم تأمن القواعد العسكرية الموجودة في منطقة الشرق الاوسط. امريكا لها قواعد كتير جدا على فكرة في الشرق الاوسط، سواء في قطر او في العراق او في السعودية او في الامارات. كل الدول دي جنب ايران لزق وممكن تتضرب جدا بسهولة. فهل أنا قادر أأمن القواعد العسكرية دي؟ تالت نقطة بقى، وهي المصالح الأمريكية مع دول الخليج. دول الخليج على فكرة مش عايزة إيران تتضرب، يعني مش عايزة النظام، عايزة إيران دايما ضعيفة كده. يعني لا نغير النظام ولا إيران تقوى، أنا عايزاها في النص، ضعيفة مش قادرة تعمل حاجة. علشان لو إيران قوت على الخليج هتبقى مشكلة، ولو إيران ضعفت هتسبب لها مشاكل أكبر، ميليشيات عسكرية وحاجات مسلحة وهجرة ومشاكل لا حصر لها بالنسبة للخليج. فضربة زي دي لازم أمريكا تراعي المصالح الخليجية، هم أكيد في تنسيق ما بينهم. أكيد الخليج بيقول له هتضرب إزاي، لازم تعرفني ايه التوابع اللي ممكن تحصل في حاجة زي دي. فدي نقطة مهمة أمريكا لازم تراعيها جدا في الضربة بتاعتها. رابع نقطة بقى، وهي الاقتصاد وأسعار البترول. إيران عندها القدرة إن هي في لحظة تقفل مضيق هرمز. فأنا كأمريكا لازم أأمن مضيق زي ده. يعني لو جت النهاردة إيران اتضربت بكرة الصبح، راحت بعدها بأسبوع ملغمة لي مضيق هرمز، كده أغلبية صادرات النفط والبترول وقفت. انت عارف ساعتها سعر النفط والبترول يوصل لكام؟ الدنيا تتقلب على ترامب في امريكا. اصلا الامريكان ما يهمهمش من القصه دي كلها غير نفسهم. يعني انت لو هتضرب ايران اضرب ايران، هتضرب مش عارف ايه اضرب، اهم حاجه ما فيش حد من عيالنا يموت. تاني حاجه الاسعار تفضل مستقره عندنا في امريكا. احنا مش عايزين دوشه، يعني مش عايزين بقى نفضل نصدع دماغنا بالاسعار. البترول غلي، الاسعار زادت، نرفع الفايده نقلل الفايده، حافظ علينا اقتصاديا واحنا مزاجنا يبقى حلو. فحاجه زي دي ممكن ترفع اسعار البترول وده بيبهدل الاقتصاد الامريكي. خامس نقطه بقى ودي اللي لازم يركزوا فيها، انا هضرب ايران ازاي؟ يعني ايه هتضرب ايران ازاي؟ يعني دايما امريكا عندها اختيارين، يا اما اضرب ايران ضربه محدوده زي الضربه اللي فاتت مثلا، اطلع اضرب لها مواقع محدده، اختل قيادي بارز، طبعا مش المرشد لان لو المرشد قام دي حرب مش هتقف نهائيا، ولكن انا هطلع اختل قيادي بارز، هطلع اضرب لها مواقع معينه زي مواقع نوويه او مصانع صواريخ، ولا هخليها حرب مفتوحه بقى، افضل واقف بقى بقواعدي وبالحاملات الطائرات بتاعتي في منطقة الخليج العربي والمحيط، وافضل اضرب في ايران دي لغاية ما تقول يا بس. هل انا هعمل كده ولا هعمل كده؟ هتقول لي طب ما تقول لي كده بسرعة وفي ايجاز ايه اللي ممكن يحصل لو اتضربت كده او لو اتضربت كده. اقول لك تعالى معايا نمسك الموضوع من اوله. خلي امريكا دلوقتي هتطلع تضرب ايران ضربة محدودة. يعني ايه ضربة محدودة؟ يعني زي ما قلنا قبل كده هتضرب لها كام قاعدة، هتضرب لها كام مصنع صواريخ، منشآت نووية، حاجات زي اللي فاتت دي. يعني مش هنطول قوي، الضربة هتبقى في يوم او 2 وكل سنة وانت طيب ولمنا الدور على كده. طب حاجة زي دي بقى لو حصلت نتائجها هتكون ايه؟ اول حاجة هتحصل ان هيحصل رد على اسرائيل، بس في الوقت ده الرد هيكون سهل اسرائيل وامريكا يحتووه. يعني ايه سهل يحتووه؟ يعني هم كام صاروخ من اللي احنا بنضربهم الخفاف دول وتطلع الطيارات الاسرائيليه تصدهم، ولا المراكب الامريكيه تعمل دفاع جوي يعني الدنيا هتتلم من الاخر، مش هنقعد نصدع دماغنا، الدنيا هتتلم وكام صاروخين وواحد يقع في حته فاضيه ونقول ايه ده قتلنا جوز عساكر، لا عملنا مش عارف ايه، والدنيا هتعدي في اسرائيل. الحاجه التانيه بقى اللي هتحصل لو حصلت ضربه محدوده زي دي، ان اغلبيه القواعد اللي موجوده في الخليج مش هتتضرب.
يعني بنسبة 99% إيران ساعتها مش هتضرب ولا قاعدة في الخليج. أولا إيران مش عايزة توجع دماغها وتعادي الخليج من تاني. تاني حاجة مش عايزة تعمل مشاكل لأمريكا وتوسع الضربة. لو الضربة محدودة والله أنا هستوعبها وأقعد ساكتة، مش هرد رد يعني يبهدلك بحيث إن أنت تضطر تردي عليا تاني. بس في الحالة دي أمريكا هتبقى عملت شبه اللي رقصوا على السلم، وهتعمل بالظبط اللي عملته الضربة اللي فاتت، ضربة محدودة، وإيران مش هتخضع، والنظام الإيراني يفضل مستمر ويرجع تاني خاصة بيورانيوم. لا نخش في مناقشات، لا نخش في مفاوضات، حاسب الصواريخ، اعمل البتاع. فده عيب الضربة المحدودة. مفيش حاجة إيران مش هينفع تتضرب ضربة محدودة، وفي نفس الوقت مش هينفع تتضرب ضربة موسعة. إيران لو اتضربت ضربة محدودة مش هتحقق أهداف أمريكا. تقول لي خلاص نضربها ضربة موسعة. يعني إيه ضربة بقى موسعة؟ يعني هنفضل واقفين هناك شهور بقى، نفضل نطلع نضرب إيران دي يوميا بالطيران، دب 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 دب، وأي حاجة إيران هتعملها نستوعبها بقى. نبدأ بقى نركز مع إسرائيل وندافع عنها، إسرائيل تكون مستعدة إن هي هتتضرب من غير رحمة، الخليج لازم يركز إن كل القواعد بتاعته هتتضرب، الحوثيين هيرجعوا يقفلوا تاني باب المندب، حزب الله ممكن يبدأ ينشط في شمال إسرائيل ويعمل له كام ضربة، رغم إن دي حاجة مستبعدة، هو بقى ضعيف جدا. يعني الدنيا هتتبهدل. بس حاجة زي دي محتاجة حسابات كتير جدا. وبعدين انت حتى لو حققت اهدافك وساعتها النظام سقط في ايران، انت عارف مين اللي هيجي بعد كده يمسك؟ انت مجهز بديل؟ رضا بهلاوي اللي موجود، اللي هو خليفة الشاه او ابن الشاه، اللي كان اتعزل في سنة 79، حاليا مش جاهز، ملوش شعبية، ملوش أرضية في إيران، ما يقدرش يخش يسيطر على البلد هناك، الدنيا هتبوظ منه خالص. في نفس الوقت قول ان انت غيرت النظام والمرشد اتقتل والدنيا باظت في إيران، انت عرفك مين اللي جاي بعده؟ يعني بلاش رضا بهلاوي وبلاش ان هو هيجي يمسك، هنخليها زي ما احنا في نظام المرشد. مين اللي هيجي بعده؟ بنسبة 99% مجتبى. مجتبى ده اللي هو ابن المرشد الحالي. مجتبى ده متشدد اكتر، عنده عداء مع امريكا واسرائيل اكتر. فدي حاجة مش سهلة، يعني دي حاجة مش هتخلي امريكا واسرائيل حابين ان هم يغيروا نظام، وخليهم دايما بين نارين. نضرب ضربة محدودة، طب احنا كده مش هنعمل اللي احنا عايزينه. طب نضرب ضربة موسعة، لا هتفرط مننا ومش هنقدر. طب نعمل ايه؟ يعني الموضوع صعب مش سهل. فكرة ان انت تضرب ايران، دولة بالحجم ده وبالامكانيات دي، مش سهل تضربها خالص. نيجي بقى للسؤال المهم في القصة دي كلها، طب ليه ضربة زي دي لغاية دلوقتي ما حصلتش؟ وهل هيبقى في ضربة اصلا؟ يعني هل امريكا هتضرب ايران بالفعل؟ ولو ضربتها، هل بقى الموضوع ده سواء بقى ضربة موسعة أو ضربة محدودة، هل ده هيأثر علينا احنا هنا في مصر؟ بص خلينا نبدأ من الآخر للأول. هل لو أمريكا ضربت إيران الموضوع ده ممكن يأثر علينا هنا في مصر؟ هقول لك لو ضربة محدودة وإيران مش هترد على الخليج فاحنا مش هنبقى مدوشين. ويا حبذا لو ضربت إسرائيل، ده أحلى وأحلى. لكن لو الموضوع قلب بحرب كبيرة وبقت ضربة موسعة وهتقعد شهور والخليج هيتضرب، فانت مأذي بنسبة 100%. اولا امن الخليج من امن مصر، ودي مش جملة بتتقال كده يلا بقى امن الخليج من امن مصر، هم اخواتنا وحبايبنا والوحدة العربية. لا لا لا، هم فعلا امنهم من امننا. الناس دي لازم تبقى مستقرة علشان احنا كمان نبقى مستقرين، وفي نفس الوقت احنا لازم نبقى مستقرين عشان هم يبقوا مستقرين. دي حاجة الكل عارفها، مش سر مثلا ولا جملتين بيتقالوا. يعني انت لو حصل ضرب على الخليج والخليج حب يرد على ايران، انت مجبر تشارك ومجبر تساعد ومجبر تبقى واقف في صف الخليج، مش هتبقى واقف في صف ايران. وفي الحالة دي هتقوم حرب محدش هيقدر يستحملها. يعني هي هتبقى فعلا بداية الحرب العالمية الثالثة في كوكب الأرض كله، وهتنطلق من المكان ده. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، هل هيبقى في ضربة فعلا؟ بنسبة 90% أو 95% هيبقى في ضربة. هقول لك ببساطة، أمريكا مش هينفع تحرك كل القطع البحرية دي جايبة حاملة طائرات من بحر الصين الجنوبي، طبعا مع قوتها الضاربة دي سفن وغواصات وقصص وأفلام، نقلت كمية طيران من أمريكا للقواعد بتاعتها في الأردن وفي إنجلترا وفي تركيا وفي أماكن كتير، فضت القواعد بتاعتها في الخليج. أمريكا مش هتعمل كل التحركات دي غير لما تكون فعلا هتضرب إيران. تاني نقطة بقى، ان ترامب لازم يكون عنده مصداقية. يعني ايه يكون عنده مصداقية؟ ترامب ساعة المظاهرات اللي حصلت في اول يناير في ايران طلع قال للمتظاهرين اصمدوا، انا جايب المساعدة وجاي في الطريق، اصمدوا لازم نغير النظام. فهو من الاخر ما ينفعش يطلع كذاب،
لازم يطلع يضرب ايران، حتى لو هيضربها ضربه محدوده بس لازم هيضرب. طب دلوقتي انا ضربتها ضربه محدوده وما حددتش اهدافي، لو ضربتها ضربه موسعه هتفرط مني والموضوع هيتبهدل ومش هعرف اسيطر على المنطقه. الحل بقى هيجي فين؟ اقول لك ببساطه هتضربها ضربه محدوده بس هتضيق عليها بقى الحصار. هنبدا نعمل حصار بحري، هنزود العقوبات، ممكن نطلع نضرب بعدها ضربه محدوده تاني، يعني هتبقى ضربات محدوده متفرقه. يعني انا مش هطلع اضربها كل يوم كل يوم كل يوم، لا، ممكن كل اسبوع او اسبوعين اطلع اضربها غاره، اطلع اضرب هدف، وافضل محاصرها بحريا وافضل ازنق عليها اقتصاديا اكتر واكتر لغايه ما يوافقوا يقعدوا معايا ويوافقوا على كل شروطي. طب ايه بقى شروط امريكا؟ بص، هي امريكا مش عايزه غير حاجتين، او دول الحاجتين الاساسيين اللي امريكا مركزه عليهم. اول حاجه توقف لي البرنامج النووي خالص، مش عايز نووي، ما يبقاش عندك غير نووي سلمي 3% تخصيب وشكرا على كده. تاني حاجه البرنامج الصاروخي ده يتقتل، انا مش عايزك بقى تطور لي صواريخ تاني باللي موجود عندك ده، وما عندش تطور صواريخ تاني، لا صواريخ بقى ولا تقعد تهدد لي في اسرائيل ولا تقعد تعمل لي نوش في المنطقه. خليك طيب واقعد في حالك وانا اسيبك في حالك. وده يجيبنا لاخر سؤال، طب ليه ضربه زي دي ما حصلتش لغايه دلوقتي؟ اقول لك لان الموضوع يعني هي مساله وقت، هي كده كده هتحصل، ولكن الموضوع محتاج حسابات كتير. يعني امريكا لازم تنسق مع اسرائيل، لازم تبقى مركزة جدا في التنسيق مع إسرائيل وإسرائيل إزاي هتدافع عن نفسها، لازم تنسق مع الخليج، لازم تجيب قوات كافية أصلا تبقى موجودة في المنطقة علشان تقدر تسيطر على وضع زي ده، وعشان تقدر تطلع تضرب ضربة قوية زي دي، تبقى ضربة واحدة بس مركزة موجهة وتقفل الموضوع على كده. لأن زي ما قلنا هي لو وسعت العمليات الموضوع هيوسع منها جدا. في النهاية يعني طبعا احنا ما نتمناش حاجة زي دي تحصل، رغم ان الإيرانيين أو الشيعة بصفة عامة بيحملوا لنا ضغائن كبيرة وعندهم عداء كبير قوي مع السنة ومع الخليج. بس أي حد عدو لإسرائيل أنا ما أتمنلوش الشر، حتى لو هو عدو معايا أنا ممكن أظبط أموري معاه بعد كده ونقدر نلاقي أرض وسط نقف عليها احنا الاتنين نتكلم. ولكن حاجة زي دي أنا ما أتمناش اللي هي تحصل، بس للأسف هي حاجة هتحصل، فأنا لازم أطلع وأتكلم وأعرفكم عشان تبقى أنت عندك المعلومات الكافية وإيه اللي ممكن يحصل في المنطقة في حاجة زي دي. أتمنى أكون قدمت لكم معلومات مفيدة. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتعمل لايك للفيديو، وقولوا لنا في الكومنتات حابين فيديوهات اللي جاية تكون عن موضوع إيه. أنا محمد فرج وده كلير فيو.